بورسعيد، ولكن انا مش اول مره ليا في المكان. انا بقالي 3 ايام في بورسعيد. اول يوم خالص حبيت اتعشى، فقعدت اسال قلت لهم مين احسن مطعم، مين احسن حد اقدر اقعد كافيه يكون شيك محترم، اقدر اقعد انا واسرتي حلو فيه. كان باعجاب، يعني كان باجماع من ناس كتير قوي بورسعيديه. انا ما بسكتش، انتوا عارفيني يعني. قعدت اسال، فالاجماع قال لي بيلا تشاو. قلت بيلا تشاو اتس اوكي. فين بقى؟ كان في مطار، في الفندق بتاع الجميل. الفندق الجميل فيه نوادي، تمام؟ انا عرضلكم فيديو كامل عن فندق الجميل، هو موجود. يعني اي حد واخد دي يوز في فندق الجميل يبقى الكافيه ده دقيقتين منه خطوه، انت في نفس المجمع بتاع الكافيهات. كمان عندك الغرف اللي انت لو ساكن قريب جدا. لو انت داخل من بورسعيد هو قريب جدا لانه في مدخل البلد. اي حد مثلا جاي يقضي يوم في القريه او يقضي يوم في النوادي هيقدر ياكل في فيلا تشاو. ايه الميزه اللي عجبتني في فيلا تشاو؟ اول يوم وانا باكل الاكل التيست بتاعه عالي جدا، مختلف ديفرنت. فكره ان انت تعمل ريفيو المطعم على فكره مش سهله اطلاقا، يعني اتس امبوسيبل، لان انت بيكون عندك امانه عاليه قوي ان انت هتقول للناس رايك. فانا النهارده علشان تاني مره وانا في يعني هنا في المكان في النوادي ومتواجده، فقلت لا، انا بالنسبه لي لازم اعمل ريفيو عن مكان محترم للناس. اي حد نازل بورسعيد يستفاد جدا بالمكان ويتبسط مني ان انا عملت له ريفيو عن مطعم جيد وجدير جدا. طيب عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما اعمل وقبل ما اجي. اول مره انا دخلت على الويب سايت على الفيسبوك عندهم، لقيت عندهم كام؟ لقيت عندهم اكتر من 250,000 على البيج. ما سكتش طبعا، قعدت اقرا الكومنتس بتاعتهم، الريت بتاعهم ايه. لقيت باجماع عالي جدا. لما جيت اول مره اللوكيشن كان هايل. النهارده بقى في سربرايز ليكم معايا ان في اوريدي بارتي حوالين الكافيه. هتشوفوا حاجه مختلفه، هتشوفوا فيديو جديد، هتشوفوا يعني حاجات حلوه قوي. شوفوا بقى مجمع الكافيهات وانتوا جايين، كل حاجه حواليكم. عايزين الولاد يشتروا اكسسوارز، عايزين الولاد يقعدوا في الكيدز اريا، شوفوا بقى الكيدز اريا الموجوده. عايزين تريحوا دماغكم بقى شويه ونفصل بقى، جايين من مصر وتعبانين، ولادنا هتقعد في الكيدز اريا الموجوده، واحنا هناكل في المطعم ونبقى مطمنين على اولادنا. المكان شيك، شوفوا شكل البارتي. اي حد بقى حابب يعمل حفله سربرايز حلوه لمامته لاخته لمراته، المكان زي ما انتم شايفين الديكوريشن حاجه جميله جدا. في وشه بقى يعني انتوا هتبقوا قاعدين في فيلا تشاو. بصوا بقى فيلا تشاو 1 2 3 فلورز، يعني 3 طوابق، كل طابق فيه حاجه ديفرنت. اني واي بايه بقى؟ انتوا عايزين باستا، انتوا عايزين مشاوي، انتوا عايزين كافي شوب، عايزين تقعدوا في مكان هادي. فيري امبورتنت بليسز لاي حد ديفرنت وعايز يقعد في مكان مميز. طيب انا لما جيت وبصيت على المكان اول مره، اللي اتفرج على الفيديو بتاع داون تاون قطاميه نفس الفكره، انت قاعد والنافوره جنبك وشوفوا بقى الفرنتشر بتاع الاساس، شوفوا فرش الاساس كانك في داون تاون قطاميه، ولكن انت في بورسعيد، انت في اول بورسعيد في القوات، يعني نادي القوات المسلحه. او لو حد تاني جاي هيسال على مجموعه نوادي القوات المسلحه وهيسال على القريه دي، فيها مجموعه كبيره جدا من الكافيهات. بس الديفرنت هنا قوي فيلا تشاو اللي هو انا اكلت عنده، وبنقل لكم الصوره وبقول لكم الريفيو بتاعي النهارده مختلف. هوريكم الاكل، هوريكم احنا طلبنا ايه، هوريكم احنا بنعمل الريفيو ليه. الفيديو ده عملت مشكله جامده جدا. المشكله ان احنا عشان نصور فيديو لازم الاريا تكون فاضيه عشان ما نقتحمش خصوصيه اي حد قاعد في الكافيه. فانا قلت لهم بليز يعني فضوا لي كذا كورنر كده او كذا اريا
علشان الناس تقدر تشوف المطعم معايا بدون ما نقتحم خصوصيه حد. فيلا بطعم عشانكم، بس انتوا متابعين زي العسل وتستاهلوا. هوريكم الاريا، هوريكم شكل الكافيه تحفه جدا. بصوا فيلا تشاو، فرنتشر طبعا يعني مودرن قوي وكومفورتابل قوي، يعني عشان اي حد هيجي يقعد ساعه ساعتين هيكون مريح قوي. عاملين الكابوتونيه، عاملين الحاجات اللي هي الماتشنج في الالوان، كالر شيك يجذبك ان انت تحب تقعد، سوفت ميوزك. عاملين كمان 2 دورز، يعني انت لو جاي من عند البسين من القوات المسلحه هتدخل، لو انت جاي من الاريا الثانيه السايد الثاني هتدخل. فالمكان مختلف، يعني في هنا دور اهو وفي انذر دور في الناحيه الثانيه. فده الديفرنس، ان انت هتبص تلاقي نفسك في مكان حلو، مكان يعني ممتع بالنسبه لك، موفر لك كل حاجه انت عايزها. شاشه عرض للماتشات كبيره، اي حد حابب يتفرج على الماتشات، وما اكترنا بقى في الماتشات. شاشه عرض كبيره. بصوا السناب كله يعني ايه على قدم، مفيش حد بيطلب حاجه. انا شايفه مفيش حد يعني بص يقول لك ايه بيك اب، تبص تلاقيه على طول قدامك. ف يعني دي حاجه هايله جدا، ان انت تلاقي السيرفيس كمان عاليه قوي عندك في الكافيه اللي انت قاعد فيه. مش معلش سوري تقول له ويتر نص ساعه لما يجي لك، ولا الاوردر بتاعك يقعد متاخر عليك، لا 100% هم واقفين على قدم واحده، قدموا خدمه عاليه جدا لكل كلاين او كل كاستمر بيجي لهم. فده الديفرنس. انا اصلا تخصص كمان مطاعم، وانتم شايفين معايا على اليوتيوب شانل، فلازم اجيب حاجات قويه وجامده. فيلا تشاو از ذا فيرست ان بورسعيد. ليتس جو. لما بقول ديفرنت ان everything بيكون فعلا ان ديفرنت. اول مره اروح مطعم، انا رحت قرى الاقي نوادي ماشي، اول مره اروح مطعم يكون عامل فرن بلدي لتسويه البيتزا. يعني انت هتاكل بيتزا مختلفه مش اوفن، لا بصوا الفرن معايا. فيلا تشاو عامل فرن ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم بارك. يعني دماغ حلوه جدا جدا، ان انت هتاكل بيتزا بالطعم والتيست اللي انت عايزه، مش حاجه آلية، لا الفرن البلدي نفس التيست. شوفوا بقى شكل الحاجه وهي طالعه من الفرن، شكل البيتزا طبعا يخليك كده تقول ايه هم يعني تلاقيك عايز تاكل. وشكل العيش بتاعها والعجينه، عشان انا جربت، عشان احنا جربنا البيتزا لما جينا بالليل تحفه. هتنبهروا قوي 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 بالاوردر اللي انا طالباه، وهتنبهروا كمان بالدور الثاني والدور الثالث. يلا يا بهير، طبعا دي الجمله الشهيره بتاعتي. انبهرت في بورسعيد ان انا لقيت فيلا تشاو ده عامل يعني ميكس كده في كل حاجه، عامل ديزاين تصميم هايل جدا. شوفوا الوول بيبر، كأنك كده في حته بره مصر، مش في مصر اصلا. الديزاين بتاع التصميم بتاع المطعم من حيث الخشب، البيت الخشب، اعطيك حاجه كده معرفش يعني مختلفه، غير مطاعم كتير دخلناها وصورناها مع بعض. احلى حاجه ان انت قاعد هنا في فيلا تشاو وشايف ولادك في الكيدز اريا، ودي اهم حاجه بتهمنا، ان احنا ولادنا يبقوا تحت عينينا ونفصل منهم شويه. فاظن كده يعني انا عامله لكم اوبشن وجايبه لكم مكان يستاهل ان انتوا تيجوا وتجربوا فيه فعلا. كمان اي حد قاعد هنا هيبص يلاقي حاجات كتير بقى، حابب انه يشغل دماغه وبيفصل شويه، هيبص تلاقي بارتي، تبص تلاقي حفله تحت منك، تبص تلاقي ناس رايحه، ناس جايه، ولادك بيشتروا حاجه هنا. المكان مختلف قوي. قاعد بدل الساعه ساعتين ثلاثه. الحجم السايز بتاعها بسم الله ما شاء الله طبعا كبير، فممتع لمشاهده الكوره. ده كده هم عاملينه فيلا تشاو كانك انت جاي بيتك، كانك انت جاي البيت بره مصر. يعني الديزاين بتاع بره البيت الخشب ابو قبه كده من فوق، هم عاملين حاجه تحسسك ان انت مش في مصر اصلا. الخدمه، الاكل، كل حاجه 100% هتقولي فعلا مش ناقصني حاجه في المكان بالنسبه لفيلا تشاو. ده البسين بتاع القوات المسلحه في فيلا تشاو. انتوا هتقعدوا تشوفوا ولادكم برضو لو هم عندهم تدريب في الاكاديميه بتاعه القوات المسلحه اللي هي الموجوده في البسينات هنا في نادي القوات المسلحه. في جاردن تحت، المنظر حلو جدا. ده كده السايد التاني، انا زي ما قلت لكم هو على جنبين وله مدخلين. انتوا لو حابين تسالوا هتسالوا على نوادي القوات المسلحه اللي هي موجوده بحاجات كتير مختلفه، عشان احنا اساسا 4 افراد وكل واحد فينا دماغ. بصوا بقى المشاوي، دي طريقه تقديمهم للمشاوي الشوايه طبعا. وكمان عندنا بيعملوا البيتزا، دي بيتزا عارفين فكره الفور سيزون اللي هي 4 حاجات، هم عاملين التشيكن، عاملين السلامي، عاملين البربوني هنا موجود.
وكمان معاها فاهيتا. يعني بصوا هي متنوعه، يعني كل ربع من البيتزا في حاجه مختلفه. السلطات بقى مختلفه زي ما انتم شايفين. طبعا في اللي هي الرقائق الشيبس اللي هي العيش المحمص، تمام. في هنا نجريسكو، طلبنا نجريسكو لان انا عندي ولادي يعني فيهم واحده كده ايه مدمنه نجريسكو، فده شكل الاكل. عايزه اقول لكم بقى مقارنه بالخدمه، مقارنه بالسعر، مقارنه بالمكان اللي انتوا قاعدين فيه، الدنيا لطيفه قوي. الملوخيه نزلت هديه، يعني هما الشيف تحداني وبعدين بقول له لا برضو احنا يعني ايه الستات لها نفس في الملوخيه، فقال لي ابدا هدوقك الملوخيه من بيلا تشاو. وكانت النتيجه ان هو نزل لي ملوخيه علشان ادوق الملوخيه المختلفه. هنستضيف الشيف ونشوف بقى الملوخيه المختلفه قوي قوي في بيلا تشاو. اتعرف على الشيف وبعدين بقول له كده الطبخ واسرار الطبخ، كمان بقول له الملوخيه. اقول لك الملوخيه تجيب ملوخيتي صفر على الشمال ليه كده؟ ليه؟ احنا ملوخيتنا بتختلف عن اي مطعم. طبعا بنشتغل كل حاجه فريش. كل حاجه بنعملها بايدينا. يعني الملوخيه دي كانت خضراء متقطعه مخلوطه قبل انا ما اكلها على طول. طبعا الافضل غير الافضل، ما نعملش حاجه مثلا مخزونه ولا كده. لا دي شغل اليوم. لا انا عندي بقى مخزون وبشتغل ومرقه عاملها، فعشان كده التست يا جماعه كان مختلف 100%. الشيف رمضان عرفته عليه ضيفي ومنورني على قناه انت ناجحه شيف رمضان، بس الملوخيه بصراحه خلتني مش قادره. دخلت عليك بقى يعني كده يعني تزعلني قدامي. بصوا التست بتاع الملوخيه كان ديفرنت قوي. انصحكم تجربوا من الشيف رمضان الملوخيه، بلس بقى اللي هو حد ماهر جدا في الحاجات الايطاليانو. بقى هيكلمنا احكي لي بقى الايطاليانو وبتعمل شرقي، ايه التنوع الجميل اللي انت عامله في المطعم هنا ده؟ احنا اول حاجه يعني المطاعم كلها كل مطعم متخصص شيء جميل. يعني المفروض بيلا تشاو تخصص ايطالي بس فقط. بس هنا انا عايز ترضي كل العملاء، كل جست يجي لك يلاقي الحاجه اللي حاببها. اوكي بالظبط. فعملنا ايه حاجه جديده. اول حاجه دخلنا مع الايطالي مشويات. جميل. ريحتها رائعه طبعا. ثاني مره اكل في بلاد شام مشاوي يا جماعه رائعه. فده انت رضيت الذوق الشرقي بالمشاوي. بالظبط. في برضه الناس يعني عايزه نجريسكو عايزين مثلا الباستات دي طبعا موجوده عشان كده ايطالي. تمام. بس انه في مثلا ايه حضرتك مثلا حابه تاكلي طاجن. تمام. جاي انتوا اسرتك. اسرتك مثلا حضرتك بتحب البيتزا. يعني معمر، مكرونه فرن، كل ده. مكرونه فرن، طاجن بطاطس باللحمه، باميه باللحمه. بنعمل طبعا هنا عندنا برضه بنتميز في حاجات كتير، في كل حاجه بنعملها بنتميز فيها. يعني مثلا زي البيتزا. لا دي قصه. لا دي قصه القصص يا جماعه. دي حكايه الزمان. البيتزا معموله في فرن بلدي. فرن حطب. حطب. تمام. هل الفرن الحطب ده بتدخل فيه كمان الطوابل؟ طبعا. بتفرق كتير. بس المهم في البيتزا اي حد هو اي مطعم بيعمل بيتزا، بس مش اي حد عنده فرن حطب. بيفرق في التست عن الكهرباء. طبعا. ايطالي يعني حطب، تيست الحطب انت بتشيليه. لا ريحتها كانت روعه الصراحه. بتبقى حاجه تحفه جدا والبدايه متميزين بيها جدا. عليها اقبال كويس جدا. لا انت ابهرتني يا شيف رمضان. انت ابهرتني ان انت دوقتني الشرقي. طبعا ملوخيه هو عملها بطريقه وتست مختلف تماما عن اي مكان وعن طبيخي انا. بصوا انا يعني بطبخ وشاطره وكلها، بس طبعا شيف رمضان شابوه ليك وتحيه ليك يعني على الملوخيه، لان هي خضره وطعمها حلو وريحتها جميله. المشاوي بقى لما نزلت والفاير يعني يا حركات يا تركات. بجد يا شيف رمضان بقالك كتير في المطابخ بقى؟ يعني كتير جدا. تاريخ. تاريخ زمن. بصراحه تستاهل التحيه والتقدير، لان انت ابدعت النهارده لما وريتني الاكل. وانا لما حبيت اشوفك قبل الاكل كنت عايزه بس اشوف كده يعني ايه الشيف اللي بيعمل الاكل اللي عجبني المره اللي فاتت ده. عنده 70 80 سنه، ما طلعش عنده 70 80 سنه، طلع الشيف رمضان نجم بيلا تشاو هو المتخصص هنا في الايطاليانو، الاكل الايطاليانو والشرقي. بترضي كل الاذواق. بالظبط. اي حد على قناه انت ناجحه لو دفعك باي طلب
موجود ايا كان. مش شرط يكون عندي بص في المنيو هو ممكن حد بياكل حاجه قديمه جدا او جديده جدا هتعمل احنا الحمد لله في تطور كل يوم بنتعلم حاجه جديده بنوصل جديد لسه نازل البلد فبنحب طبعا نتعرف عليه عشان نجيبه الحمد لله ويعني بيعجب ناس كتير. ده سر النجاح يا شيف رمضان، ان انت مطلع وبتتعلم. بالظبط ده سر النجاح. ما بنقفش نشوف ايه النهارده كويس الاحسن بتاع بكره ايه جميل نجري وراه. جميل والحمد لله يعني وان شاء الله من نجاح لنجاح. ان شاء الله ربنا يوفقك شيف رمضان. مع قناه انت ناجحه بنجيب من ناجحين زي الشيف رمضان من بيلا تشاو. كان الاكل اكتر ما اقول لكم حكايه الحكايه. بيلا تشاو شيف رمضان كان ضيفي، نورتني ولنا لقاءات ثانيه كتير ان شاء الله. يلا بينا نشوف الديزرت، نشوف الحاجات الحلوه كمان في بيلا تشاو هيبهرونا اكتر ما احنا مبهرين. سربرايز لحد بالعيد ميلاد حلوه قوي السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين. بقول لكل الفولورز كل متابعين انت ناجحه، انا لن اقبل منكم غير انكم تعملوا لي البيرث داي بتاعي في بيلا تشاو. انا بقول لكم من دلوقتي اهو القناه بتاعتنا هتبقى كبرت قوي والفولورز زادوا قوي والمكان يسع من الحبايب كتير قوي. ان شاء الله هنعمل عيد ميلاد السنه الجايه، عيد ميلادي انا في بيلا. المكان يسع من الحبايب كتير قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك لهم. فكره العيد ميلاد دي لطيفه جدا. بصوا كاتب لها على الازاز اسمها وعاملين بقى البالانس وعاملين التيبل بقى ديكوريشن كده لذيذ بحيث ان هو يعمل مثلا لخطيبته سربرايز فحاجه حلوه قوي. بصوا كل حاجه حابين تعملوها كسربرايز لاي حد بيلا تشاو هيساعدكم لده لان في حد ديكوريشن متخصص يعمل لكم الحاجه اللي انتوا عايزينها. يعني لو عايزين مثلا خطوبه، عايزين مثلا حد عايز يعمل عيد جواز احتفال، مثلا حد عايز يعمل عيد ميلاد، هيكون الدنيا مختلفه قوي في بيلا تشاو وهتكون مفاجاه لطيفه قوي. والمكان زي ما قلت لكم يساعد ناس كتير وهتبقوا مبسوطين قوي. واحنا في بيلا تشاو بنقضي يوم مختلف جدا في كل حاجه. يا رب تكونوا مبسوطين معانا في بيلا تشاو. الناس اللي تعرفني تعرف ان انا غاويه حلويات وعاشقه الحاجات المسكره مع الشاي. عايزه اقول لكم ان بيلا تشاو كمان بيقدم ديزرت حلو قوي، بيقدم ايس كريم، بيقدم فروت سلطه، بيقدم ديزرت حلوه جدا. هوريكم بقى انا طلبت بحب بقى ان احنا يعني نفصل، يعني الناس اللي حابه فاكهه فروت سلطه هتلاقوا كل ده موجود هنا. بصوا الكراميل، الشوكولاته، صوص الفانيليا الابيض، الفستق. بصوا كل الحاجه هنا جميله وتستاهل ان انتوا تجربوا وتيجوا ايس كريم او اي حاجه. وعايزه اقول لكم بقى ان انا من الشباك شوفوا دي كده الاريا اللي تحتي دي الحفله. بيبقى فيه هنا كمان بند يا جماعه، بند يعني في مطرب بيجي في الويك اند مثلا بيعمل بقى زي حفله وكده. طبعا ده بعد كورونا الدنيا اختلفت، اللي ما جاش بورسعيد من فتره طويله هينبهر ويشوف اختلاف هنا كبير جدا في مجمع الكافيهات الموجود بجوار حي المناخ نادي القوات المسلحه. بصوا انا حابه انزل معاكم ونروح نتفرج على الحفله المعموله بيلا تشاو النهارده. وانا باخد لكم سيلفي كده وانا خارجه من المكان، بعد كده احول الكاميرا. مكان حلو قوي قوي.
ومن احلى الاماكن في بورسعيد بعد ما قضيت يوم حلو قوي. عرفتوا المكان، شفتوا الحفله، شفتوا المكان، شفتوا الاكل، شفتوا الديزرت، كل حاجه معايا. اقدر اقول لكم بقى من فيلا تشاف قضينا يوم حلو، واقول لكم باي باي. استنونا في ريفيو تاني جديد مختلف جديد على قناه انسي نجم.